عمرك حسيتي بواحد الإحساس أن الراس ديالك غادي تفرقع فاش كتفكر باللي خاصك تمشي وتواجه شي واحد وكتفضل تسكت تبلع الهضرة ديالك وتنسحب غير باش ما ديرش وما تبداش داك الصداع. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكون، ومازال مستمرين في مهارات أساسية في الحياة ديالنا. أول 15 ثانية بغيتك تعترف بحاجة وحدة، هذاك الهروب الصامت اللي كيحسب ليك باللي كتحمي به راسك هو أكبر فخ كيدمر الحياة ديالك بلا ما تحس. بزاف منا كبروا بواحد الفكرة غالطة، إلا سكتي راك انت العاقل، إلا تفاديتي المشكل راك انت كدير الخير، ولكن في الواقع انت ماشي كدير الخير، انت راك خايف. كتخاف أن الصورة ديال الدري المزيان والمرضي ولا الإنسان المزيان والمرضي تهرس قدام الناس، حيت اللي موراه هاد السكات ماشي حكمة، اللي موراه هو خوف طفولي من أنك تفقد الأمان. فاش كتسكت على الحق ديالك ماشي حيت انت حكيم، ولكن حيت اللاوعي ديالك باقي كيرجف من فكرة أن الناس ما يبغيوكش. في علم النفس كاين مفهوم خطير سميتو repetition compulsion، قهر التكرار. شنو كيعني هادشي بواقعية؟ فاش كيهرب الإنسان من حل مشكل مع شي حد، العقل الباطن ديالو ما كينساش، كيبقى شاد داك الألم، ومن بعد اللاوعي ديالك كيبدا وبلا ما يحس كيختار لك ناس فحالهم فحال الناس اللي جرحوك شحال هادي. علاش؟ على امل انك هاد المره تحل المشكل. كتلقى راسك طايح مع نفس المدير المستبد او نفس الشريك اللي كيهمشك، انت كيسحب ليك زهرك خايب، ولكن الحقيقه هي انك تعاود نفس السيناريو حيت مازال ما تعلمتيش مهاره المواجهه والحوار. خليني نعطيك مثال ديال ياسر شاب ناجح خدام وداير بلاصتو، ولكن ديما عنده مشكل مع العائلة والشركة ديالو. كل ما وقع ليه سوء تفاهم ياسر كيتخبى كيطفي التليفون وكيجاوب صافي ماشي مشكل هانية، وهو الداخل ديالو شاعل يحسب ليه باللي كيحافظ على العلاقة، ولكن مع الوقت هذاك السكات تحول لسم صامت، بدا كيبعد وبردات العلاقة حتى نهار انفجر على سبة صغيرة وتفارقوا. ياسر ما خسرش العلاقة حين تهدر، هو خسرها حين تبقى ساكت حتى ماتت العلاقة بالسكتة القلبية. المشكل ماشي هو الاختلاف، المشكل هو الجبن النفسي اللي كيخليه كل مرة يسكت ويتغاضى. الحل خاصنا نبدلو المفهوم ديالنا على الحوار والشجاعة ديال المواجهة، ماشي هي تمشي تغوت ولا تدابز. الحوار هو مهارة نفسية ديال النضج، خاص تكون عندك الشجاعة توقف قدام الشخص اللي عندك معاه مشكل وتشوف فيه وتقول لي هاد التصرف جرحني وهاد الطريقة ما ناسبتنيش. ما تخليش المشكل يطول حيت كيكبر فحال الكرة ديال الثلج، ما حدها كتدحرج وهو كيتزاد الحجم ديالها. فاش كتواجه انت كتحط حدود، والحدود هي اللي كتخلي الناس يحترموا. الناس ما كيحترموش الشخص اللي ديما كيقول وديما ساكت، الناس كيحترموا الشخص اللي كيعرف فين كيسالي الحق ديالو وفين كيبدا الحق ديال الاخر. في المره الجايه اللي غادي تلقى راسك باغي تخبى وتخلي المشكل يدوز، تفكر هاد الهضره مزيان. الهروب كيعطيك راحه نفسيه، راحه ديال 5 دقائق، ولكن كيخلي لك وجع ديال سنين. خرج هذيك الهضره اللي مخبيها لداخل طريقه نقيه محترمه ولكن قويه. واجه حيت نفسك كتستاهل تعيش فابور من الثقل ديال السكات. شكون هو الشخص اللي جا في بالك فاش كنتي كتسمع لهاد الحلقه وتفكرتي انك خاصك تواجه؟ خلي لي رايك في التعليقات. وهذا ما كان، نتلاقاو في حلقه جايه. سكون ما بين الصمت والتنهد.